اسمع يا صديقي، اسمعي يا صديقتي العزيزة. عشان نعيش في الأمن والأمان اللي احنا فيه ده لازم تعرف وتتأكد إن في رجال ما بيناموش الليل. حراس الوطن ده من جيش وشرطة وكل الناس اللي شغالة في حمى الوطن دي ما بتنامش اليومين السود دول عشان محاربة مين من الداخل؟ الجماعات النايمة، جماعة لبراس. لسه من قيمة كام يوم في الأردن، طبعا كلنا عارفين أو كلنا متابعين الخلايا النايمة اللي اتقبض عليها. عارفين لقيوا عندهم سلاح قد إيه؟ ولازم نعرف إن كل جماعة لبراس هي بترقصها جماعة واحدة، إذا كانت في الأردن، إذا كانت في الكويت، إذا كانت في الإمارات، إذا كانت في السعودية، إذا كانت في السودان، إذا كانت في ليبيا، في كل البلدان العالم جماعة لبراس دي منتشرة. فلازم الشعب يوعى لهذا الموضوع يا جماعة. زي ما الناس بتاعتنا سهرانة لحمايتنا، احنا لازم نقف في ظهرهم. محدش يجي يقول لي ويتميع ويتكلم ويقول لي اصل الحاجة غالية، اصل الجنزيم، اصل المحن، اصل الكهن. الامن والامان يسوى كنوز الدنيا كلها. لازم تبقى فاهم الكلام ده، ما هوش لعب عيال. الامن ده في ناس بتدفع دمها عشان تحرسك وتقف عليه. طبعا احنا بنقول في اعياد المسيحيين كل عام وهم طيبين. وخدوا بالكوا يا بشر، لما الداخلية بتنزل تنظف الشوارع لازم تبقى انت تساعدهم. ما تزعلش ابدا ان هم بيخفوا الناس عشان الناس دي تظهر وتبان اللي مندسة في وسط الشعب المصري العظيم. تحياتي لكل المستمعين، وخد بالك من بلدك.